طلاق بطعم الشوكولاتة لما يدسولك السم في العسل، حب وغرام وحفلات وأعياد ميلاد وصور وسفر وثلاث أطفال والعيشة في تبات ونبات، وخلفوا فعلا صبيان وبنات. الحقيقة مش زي ما احنا متخيلينها. فجأة بسمة بوسيل أعلنت رسميا ونهائيا انفصالها عن تامر حسني، وده اللي أعلنته الفنانة بسمة بوسيل على حسابها على انستجرام، ونشرت ستوري على انستجرام أعلنت فيها طلاقهم بشكل رسمي، وقالت: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، وده كلام ربنا عن الزواج والطلاق. لقد تم الطلاق رسمي بيني وبين تامر حسني، وده بعد ما ظهر في الفترة الأخيرة إشاعات كتير عن خيانة بينهم، ودي مش أول مرة تنشر فيها بسمة بوسيل مشكلة تخصها على السوشيال ميديا. بعد جواز استمر حوالي 12 سنة انفصل تامر حسني عن بسمة بوسيل، وعلق تامر حسني على ستوري الطلاق اللي نشرتها بسمة بوسيل وقال: عشرة 12 سنة مش قليلة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، وسأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله. يا ترى إيه هو سر انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل؟ نشرت بسمة بوسيل على انستجرام قصص عن الخيانة الزوجية والإساءة للأهل، وقالت إنها خلاص زهقت من الخيانة والكذب، وبعد دقايق من نشرها حذفتها كلها ومسحت كل صورها اللي جمعتها بتامر حسني. وبعدها انتشر الخبر ولغت متابعتها لتامر حسني على انستجرام: حبيبي النهارده لازم تعرف حبك عامل لي جنان. وفعلا تامر حسني كان عامل جنان لبسمة بوسيل، لدرجة انها في خلال 15 دقيقة لغت متابعتها ورجعتها تاني واربكت الجمهور. بعدها كتبت: زهقت من الخيانة والكذب. وتعرض تامر حسني لاشاعات طلاق كتير قبل كده وارتباطه ببنت اسمها يارا، ولكن نشر تامر حسني صور جمعت بينه وبين بسمة بوسيل وقال ان كل الاخبار المنتشرة عن انفصالهم دي كده، وعلق على الصورة وقال: مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة بوسيل لبدء عمل شركتها المستقلة، وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا، وان شاء الله ربنا يكتب لك كل خير. وردت بسمة بوسيل عن اشاعات انفصالها عن تامر حسني وعن الصورة المنتشرة لتامر حسني مع يارا، وقالت: يا رب تبطلوا الاشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه ما اتجوزتش. وقالت كمان انها ام البنتين وما ترضاش لبنتها ده، ويا ريت نراعي ربنا ونتاكد من اي حاجه قبل ما ننزلها. وفي المره الاولى كان انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل مجرد اشاعه، لكن المره دي بسمة بوسيل اعلنت عن انفصالها عن تامر حسني بسبب الخيانه والخذلان زي ما قالت. ونشرت بسمة بوسيل ستوري وقالت: اللهم انت حسبي في من ظلمني، وانت حسبي في كل من اذاني، وانت حسبي في من خذلني، وكفى بالله وحسيبا. ونشرت تدوينه للداعيه مصطفى حسني واللي بيقول فيها: اوعى يتخطف منك قلبك الطيب من كتر ما انت بتشوف ناس شريره. وسبق وكانت العلاقه بين بسمة بوسيل وتامر حسني فيها توتر بسبب المعجبات، وكان وقتها في انفصال ولولا تدخل الفنانه احلام والصلح بينهم واستجابوا لها وما انفصلوش. ولكن المره دي انفصل تامر حسني عن بسمة بوسيل بجد. السؤال هنا: هل في امل عوده بسمة بوسيل لتامر حسني مره تانيه؟